في واحد الزمن اللي كان عامر بالفوضى، الخيانه والحروب، في مدينه صغيره سميتها فلورنسا. زاد واحد الراجل اللي غادي يقلب الطريقه اللي كنشوفوا بها السلطه. هذا الراجل هو نيكولو ميكيافيلي. فلورنسا في ذاك الوقت ما كانتش غير مدينه عاديه، كانت ساحه حرب مفتوحه. عائله كبرى كيتصارعوا على الحكم، كنيسه دايره ظلها في كل شيء، والناس عايشين بين الخوف والطموح. في هذا الجو تزاد ميكيافيلي، وما كانش مجرد مفكر كيقرا من بعيد، بل عاش في هذه الفوضى كل التفاصيل ديالها. دخل السلطه في سن صغير ولا تجربه كبيره، ولكن بسرعه ولا كيشوف اشياء ما كيلاحظوهاش الناس العاديين. ميكيافيلي ما كانش كيشوف غير الواجهه، كان كيشوف شنو كاين وراها: النفاق، التمثيل والتلاعب بالمشاعر. واحد من اهم اللحظات اللي شكلته هي ملي تقابل مع حاكم قوي وخطير، شينزورو بورجيا. هذا الرجل كان مثال حي الحكام اللي كيلعبوا بالعقول قبل ما يلعبوا بالسيوف. كيبان حنين ولكن في الحقيقة قاصح، كيهضر بالابتسامة ولكن قراراته قاطعة. هنا بدا ميكيافيلي كيفهم السلطة ماشي أخلاق، السلطة لعبة. ومن هنا غادي تبدا تتبنى الفكرة السياسية اللي غادي تخلد سميتو. عالم السياسة ما كيتحكمش بالمبادئ ولكن بالمصالح. ولكن الحياة ما كانتش سهلة عليه. في واحد اللحظة تقلب كل شيء، العائلة الحاكمة تبدلات وميكيافيلي ولا متهم بالخيانة، تشد تعذب وتكرفس وحتى خرج مكسور. وهنا كيبان الفرق بين الإنسان العادي وميكيافيلي. أي واحد آخر كان غادي يستسلم، ولكن هو دار حاجة مختلفة. انسحب لواحد القرية وبدا كيعيش حياة بسيطة، ولكن في الليل كيلبس حوايج رسمية وكيدخل لعالم آخر، عالم التفكير. وهنا كتب أشهر كتاب ديالو، ذا برينس، الأمير. ولكن خاصنا نفهموا حاجة مهمة: هذا الكتاب ماشي كتاب أخلاق وماشي كتاب نصائح للحياة اليومية. هذا الكتاب بحال مانيول ديال السلطة، كيفاش كتمشي الأمور في الحقيقة، ماشي كيفاش خاصها تمشي. واحد من أشهر الأفكار ديالو: واش الأفضل الحاكم يتحب ولا يتخاف منه؟ الجواب ديالو كان صادم، قال أن الأفضل يتخاف منه. علاش؟ حيت الحب كيتبدل، اليوم يبغيوك وغدا إلا مبقاتش المصلحة ينسوك. ولكن الخوف كيبقى حيت مربوط بالعقاب، ماشي حيت ميكيافيلي كيشجع للقسوة، ولكن حيت كيشوف الواقع كيف هو. كيشوف ان الناس بطبيعته كيميل لمصلحته، وما كيبقاش في وفي الا كان شي حاجه كترجعو للطريق. وزاد فكره اخرى خطيره، قال ان القسوه الا كانت خاصها تكون مره واحده وقاصحه ومن بعد توقف، حيت الناس يقدروا ينساو الصدمه ولكن ما يقدروش يعيشوا مع الخوف يومي ومستمر. يعني ماشي الشر هو الهدف ولكن التحكم في النتائج. ومن بعد كيهضر للحظ، كيشبه الحظ بالوادي الكبير، ملي كيغضب كيغرق كل شيء. ولكن الحاكم الذكي هو اللي كيبني السدود قبل ما يجي الفيضان، وما كيعتمدش غير على الزهر ولكن كيوجد راسو للأسوأ. وهنا كتوصل واحد الفكرة عميقة: السلطة ماشي شي حاجة كتربحها وخلاص، السلطة معركة مستمرة. حتى المكان اللي خاصو يكون فيه الولاء كيتحول لمكان ديال التملق. الناس كيقولوا لك اللي بغى الحاكم يسمع، ماشي حقيقة. وعلاش؟ حيت الخوف. وميكافيلي اللي كيعطي الحل: الحاكم خاصو يخلق واحد الجو فين الناس يقدروا يقولوا الحقيقة بلا خوف، حيت الا بقى غير التملق غادي يعيشوا في الوهم، والوهم أخطر من العدو. وفي الأخر القصة ديالو ما كانتش نهاية سعيدة، مات منسي مرفوض من الجميع، لا حكام قبلوه لا الشعب سامحه. ولكن المفارقة الكبيرة، الكتاب ديالو ولا واحد من أهم الكتب في التاريخ، حيت ببساطة قال الحقيقة اللي بزاف ما بغاوش يسمعوها. ميكافيلي اللي ما كانش كيعلم الناس يكونوا خايبين، كان كيعلمهم يفهموا العالم كيف داير ماشي كيف خاصو يكون. في عالم اليوم ربما تبدلات الوجوه، تبدلات الوسائل، ولكن اللعبة نفس اللعبة. السلطة ديما كتدار في الخفاء.